السلام عليكم ورحمة الله. باختصار موضوع كلش مهم وصار بيه لغط وصار يومين الناس تصيح، مرة تنظيم فاشل، مرة عدنان درجال انت مو كفو، لو يجي مدري شنو هيك من البصرة. عمي تعالوا اقول لكم، ملعب يشيل 65,000، اللي جايين 300,000 إذا مو أكثر، وكلها تريد تدخل، العدة بطاقة والما عدة بطاقة. بالبداية كل من حسب بطاقته ونظام وشي مرتب. أنا من دخلت كان الملعب فارغ، رحت قدام العالم من وقت. ليش؟ احسب الدفعه للكذا، رجال معقل، احترم نفسي واروح بهدوء اقعد. من وقت رحت قبل اللعبه ب3 ساعات. زين؟ اللي صار تدافع، وفود قويه، توجه المحافظات واهل البصره كلها للمدينه الرياضيه. الامن دفعه ولا فات، الدافعه ولا فات، الضاربه ولا فات، انهانه ولا فات، صار طفر سياجات، صار تدافع، صار دخول بالقوه. حتى مقصوره الفي اي بي اللي بيها كبار الشخصيات وانا كنت متواجد بيها، صار تدافع ودخلوا لها الجمهور. شلون دخلوا لها، شلون وصلوا لها ما اعرف. يعني انا شفت المراسم، الاخوه المشرفين على البروتوكول الامنيين الموجودين شبعوا ضرب ومدافع. زين؟ هاي نحملها كلها لعدنان درجال. مو هسه انا مو تبرير عنه، هو غايب، بس اخوان تدرون عدنان درجال صار له شهرين بالبصره. اني شفته قبل راس السنه وبعد راس السنه، 4 ايام فصلتني عنه، قسم بذات الله ما عرفته من شفته ورا 4 ايام من التعب والمجهود. محافظ البصره صار له 2-3 الليل ما ينامه، شغل مستمر. وزير الشباب والرياضه كذلك مستمر بالبصره من 2 اخوان ترى هذا التحضير مال 2. قبل 2 اتحاد الكره الخليجي ما طلنا اوكي، قبل 2 يلا قالوا اوكي اشتغلوا. خلال اقل 2 كملنا ملعب الميناء واعاده تاهيل المدينه الرياضيه. اللي يريد يشوف التنظيم يشوف الاحتفال، اللي يريد يحكم على التنظيم يشوف الاحتفاليه المبهره واللي قدمناه بالاحتفاليه اللي شفتوه من شاشات التلفاز. اللي يريد يشوف التنظيم يشوف طرقنا، يشوف اللافتات، يشوف الترحيب، يشوف جمهور اهل البصره. بس عتبنا على اللي ما عندهم بطايق، شبابنا اللي ما عندها بطايق. يا اخي شويه حس بالمقابل. بعد شغله اكو شخصيات ان كانت سياسيه او شخصيات اجتماعيه يجي ويجيب له 100 ويا حمايه وكلها يريدها تدخل. زين؟ هاي نحملها هم العدنان رجال. شخصيات اجتماعيه يجي واللي قاله 5-6 وياه، تعالوا بلا بطايق، يلا انا فلان معروف وعندي بطاقه دخلوا وياي، واذا ما يدخلونكم ازعل. شلون انا فلان شلون ما تدخلوني؟ مو هيك. يعني نعطي مجال للضيوف، نعطي مجال للخطار، شويه نقدر التعب. هاي الصوره اللي اظهرناها لكم هذا ما بيها تعب. بعدين اللي يجي متاخر ليش يحتب علينا؟ اللي يجي متاخر عنده بطاقه ما عنده بطاقه وكان ما ادري وين، لا يحتب على العالم. اصلا ما دخل للملعب حتى ما لقى مقعده. البيبان كلها جايه ناس تدافع وما عندها بطايق، وطفره السياجات سدت البيبان علينا. شنو اللي نسوي؟ نتمنى راح يصير كثافه امنيه وضبط امني وننزل قوات اكثر ونعيد حساباتنا. اكو تقصير، مو ماكو تقصير، بس مو رأسة فشلنا بطولة وفشلنا ناس وسوشيال ميديا وعندنا متابعين ولعبنا بأم الدنيا، ولا كان ناس هنا التعبانة صار لها 2 الليل ما نايمته. تمويل البطولة مين تمويل؟ منو متفضل؟ واردات البصرة. فلوسنا مع البصرة جاي نرتب بيها ونشتغل بيها لأن ما حد سعفنا. قبل 3 اشهر الحكومة السابقة رفضت تمول البطولة، ونواب البصرة والمحافظ وقفنا بوجه الكاظمي في وقته وبوجه حكومته، لأن رفضوا وقالوا هذا حصة البصرة من البترودولار تروح للخليجي. يعني البصرة ما لها شيء، ولحد الآن ماكو شيء. واردات البصرة جاي نمول بيها. هذا التعب وهي الخسائر حتى نطلعكم بصورة حلوة. هذا التعب وهذا كله تطلعون بطولة فاشلة. عموما هسه احنا مو هذا موضوعنا، انا بررت اللي صار. اما قضية التدافع بالمقصورة الرئيسية انا كنت موجود وشفت حماية الرئيس فلان وحماية الرئيس فلان بيناتهم الدافعة، واثنينهم اعداد كبيرة، لان علاقة المنظمين ولا المنظمين مسؤولين عن هذا اللي صار. والدليل محافظ البصرة كان جاي خطيا انحصر بنصهم. تدافع بين الحمايات، وهذا الشيء نتمنى ما يتكرر. وحتى ما نريد شخصيات تجيب هيك حمايات. تعال وحدك انت مرافق وياك اهلا وسهلا، جايب لك 50-100 يا عمي وكلها تريدها توقف يمك، كلها باشوات. بعد وين البروتوكول؟ عموما ما علينا عتب، تنظيمنا مضبوط، شغلنا مضبوط، وشفتوا بالتلفاز وشفتوا الصوره اللي ظهرناها. اما المسؤولين اللي اجوا وسووا هذا الارباك ما مسؤولين عنهم، والناس اللي بدون بطايق يتحملون هاي المسؤوليه، لان هاي ثقافه شعب وثقافه جمهور. زين؟
من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. كافي تسقيط، والله أنا ما دخلت على راسك ريشة. حتى لا يفوتني اللي يقارن بطولة الخليج بكأس العالم في قطر، الدولة الحبيبة والمميزة. دولة قطر الإعداد استمر 6 سنوات أو أكثر. المبالغ اللي أنفقت 34 تريليون دولار. شوف الرقم المخيف. البصرة الفترة الزمنية شهرين، المبالغ اللي أنفقت ذاتية من محافظة البصرة، وماكو رصد إلها بموازنة أو بقانون الدعم أو بأي مبالغ من بغداد أو من الحكومة المركزية. فما يجوز المقارنة بهذا الموضوع. 6 سنوات 34 تريليون تقارنه بيه ابو شهرين وفلوسي من جيبي، هذا مو انصاف. مو اكو ناس نايمه للظهر وتجي تحكم علينا كل شيء ما يدري. اسال، اعلم، شوف اهل البصره، شوف المسؤولين شنو اللي جاي يصير. مو تجي تطبل علي وتروح، ما اسمح لك تطبل علي. توافد مستمر، منفذ صفوان الحدودي مستمرة. ابوياك ليش تعوف نور؟ بيبهدلوني انا. واخيرا وصلوا لاحبه والعزيزين على قلبي طبعا، الكبير والجميل ورجاس الاخراج. يا هلا، طال عمرك، مساك الله بالخير.